صباح الخير يا اللي معانا. اهلا ومرحبا بكم من النشرة الصباحية. صباح الخير يا مصر. ظهرت الفترة اللي فاتت تحفة فنية، قنبلة غنائية، حاجة كده من كتر حلاوتها تتدرس. مونتاج هايل، كلمات فوق الفظيع ملهاش علاقة ببعض. اسمه على دراعي. انت كلبة خلبوسة، انت تكتبي اسمه على دراعك؟ اكتبي كده عبد الله ابو بامبرز. طب لما تكتبي اسمه على دراعك وانت في السن ده، لما تكبري هتكتبيه فين يا سؤلة؟ الواد ده عيوني شطة وكموني. الواد ده عيوني، خلاص كلنا اتفقنا ان الواد ده عيونها. انما ايه علاقة شطة وكموني بالعيون والرومانسية؟ فحاولت ان انا اتوصل لاي حاجة، اكتشفت ان هو ممكن يكون مثلا على نفس الوزن والقافية، ما لقوش كلام يقولوه فقالوا عيوني وشطة وكموني. في نتيجة تانية اللي هي ممكن تكون بتحب الحامي مثلا فوصفته بالشطة والكمون. انا عيني منه مركزه مع مين يا زولا؟ تركزي في كي جي 1 اللي انت لسه ما خرجتيش منها اصلا. انا قدك يا زولا، كان كل تركيزنا على اليوم اللي بيجي فيه كله كرتون من غير اعلانات على ديزني، كان كل تركيزنا مع داني الشبح، تيمي ترنر، سبونج بوب. وانا قدك يا زولا والله، كان كل همي وكل تركيزي في الصور. نفسي اعرف هل هي بتبص لي وتضحك لي انا ولا بتضحك لحد غيري؟ وده شايل القلب بأستاذة. يعني ايه شايل قلبي باستاذه؟ شايله كويس يعني ولا شايله حلو ولا شايله بالعصايه مثلا؟ ما تقولوا كلام مفهوم. ولا سأل فين. هو مش سائل فيكي كده منه لنفسه، لا هو قاصد اللي هو يتجاهلك عشان هو عارف لو اهتم بيكي انت هتخزوقيه. ان كيدهن عظيم يا زقله. مشغول شغال معايا. وطبعا لازم يبقى مشغول، في بياكل، بياخد الرضعه، بيعمل واجب بتاع ميس انشراح، بيتفرج على الكرتون، عايش سنه، مش حاطط الحب في دماغه دلوقتي يا زقله. مش عارف مستعجله ليه؟ مش شايفاه فرحان وقاعد يعمل لك كده؟ وقع قلبي من الايه. وقع قلبك ايه؟ انت كلك على بعض اصلا قلب. من ناحيه واقعه فانت واقعه خالص يا زقله، ده انت بايره. خلاني من حبك جن ولا عمري هبطل زن. لا ما تحليش على حد ان هو يحبك، انت لسه بتلبسي بامبرز لغايه دلوقتي وكرامتك متبعتره. ما لما تكبري هتلعبي شلح ولا ايه؟ يا حلوة يا حلولة لحسن هديك بالقلة. حلوه يا حلوله. بس يا حلوة يا هلهولة ده انا ليه من الدرجة الأولى. يا حلوه يا هلهوله. كلام اطفال، هو الكلام فعلا ده لايق على الاطفال، يعني هم اطفال وده كلام اطفال. ايه شغل الضراير ده؟ اقول لكم على حاجه، البسوا عبايات وانزلوا شرشحوا لبعض في الشارع احسن. يا شهد يا زولا انتوا اخوات. وهنجري على المقسوم ونفرق شاي بليمون. هنجري على المأذون ونفرق شاي بليمون. وغالبا على حسب معلوماتي ان هي في المناسبات اللي زي دي في طقوس اللي هم بيوزعوا شربات، انما شاي بليمون دي جديده. الفلوس ما كفتش اللي هم جابوا شربات فجابوا كده شاي ليبتون وحطوا عليه شويه ليمون. هو وبس اللي حبيبي هيكون اسمتي ونصيبي. اسمتي ونصيبي؟ انتوا خلاص اتجوزتوا؟ يعني انتوا لسه عاملين الاسبوع بتاعكم من سنتين، هتتجوزوا السنه دي؟ هتتجوزوا وتجيبوا عيال قدكم؟ يا ما شاء الله تبارك الرحمن. ضبطي حلوة شوية لما نمشي يوقع بيا. هتبقى 100 هتبقى 100 من دلوقتي؟ السن ده هتبقى 100؟ دي انت عدى عقله صباع، مش عشان اختك خدته منك يبقى كده خلاص. روحي بقى وتبقي شمال وتكلمي ده وتروحي ده البيت وتركبي مع ده العربيه الكهرباء اللي في الملاهي، ما ينفعش. الرك على النهاية بحبه من البداية. طبعا يا جماعه الرك على النهايه بتحبوا من البدايه، نازلين مع بعض من نفس اللفه، مامته ومامتها حزقوا نفس الحزق. من قلبي بهنيكي مبروك يا اختي عليكي مبروك عليكي يا عريس افرح يا عم وهيس. الف مبروك على الطفلين، ان شاء الله يوزعوا في الفرح كده لبن نيدو وبامبرز وبيبرونه وحاجات جميله ان شاء الله. الفرح كله مش هيسقف ولا مثلا يزغرط، كله هيعيط. المشكله الاكبر ان هم بيحبوا واحد شبه كرومبو. في النهايه بقى يا جماعه اللي احنا ما كناش اطفال، احنا بالنسبه للناس دي ملايكه. هو حصل اللي كان نفسهم فيه ان هم يتشهروا، فطبعا تكلفه كليب زي ده ما يتكلفش 75 جنيه. ده اللي يبين لك ان مصر ما بتشهرش فيها ولا يطلع على التلفزيون الا بيعمل سف وحاجات متخلفه جدا. اما الناس اللي بتعمل حاجات كويسه فبتقعد سنين علشان يتسمع صوتها بس. كان عندنا حضاره 7000 سنه بس راحت، نعمل لها باي باي.